أسباب اختلاط الزيت مع الماء في محرك سيارة. متتبعي صفحتنا، السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد. سأشرح لكم في هذا الفيديو 3 نقاط تؤدي إلى اختلاط الزيت في المحرك. أولا، احتراق جوان كيلاس. يؤدي احتراق جوان كيلاس إلى تسرب الماء إلى الكارتير، مما يؤدي إلى نقصه على مستوى قارورة الماء وارتفاع درجة حرارة المحرك، بحيث كلما أضفنا الماء إلى المحرك تكون نسبة الزيت مرتفعة في مؤشر الزيت. ثانيا، الرفروات ديسور هي قطعة تعمل على تبريد الزيت في المحرك وتختلف من محرك إلى آخر. تتآكل هذه القطعة بسبب استعمال ماء الحنفية، مما يؤدي إلى تسرب الزيت إلى الماء. وضعه على رادياتور أو على قارورة الماء في سيارة، لكن هذه ليست مشكلة، بحيث يمكن الاستغناء عن الرفروات ديسور. أشرح لكم في هذا الفيديو طريقة الاستغناء عن الرفروات ديسور. نقوم بفصل الرفروات ديسور بأنبوب أي ديوريت، فصلها تماما. هذا حل مؤقت فقط في حالة العطل في الطريق. تكون العملية كما هو موضح في الفيديو. النقطة الثالثة، ظهور رغوة على غطاء المحرك، ويكون السبب في الباستي الموجودة على رأس المحرك، أي الباستي الموجودة على الكيلاس، ويمكن تغييرها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد.